مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. أطلقت عائلة من القرية الفلاحية نداء تبحث فيه عن ابنتها الكتروسي نورهان التي تبلغ من العمر 14 سنة، وهي تلميذة تدرس بمتوسطية الخليفة بالقرية الفلاحية ببلدية العطاف ولاية عين الدفلة. وقالت أم نورهان أن ابنتها خرجت من المنزل على الساعة 1 ظهرا وذهبت للدراسة في متوسطة الخليفة. وذكرت أيضا والدتها أن ابنتها غادرت المنزل وهي في وضع صحي متدهور، وقالت يمكن أن تكون قد فقدت وعيها وأخذها أحد المرة للمستشفى. وبعد أقل من 24 ساعة من نشر هذا النداء وصور البنت من طرف عائلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم تداول قبل قليل خبر مفرح، وهو العثور على الطفلة المفقودة من مدينة العطافة التلميذة الكتروسي نورهان في مدينة شلفة من طرف أمن ولاية شلفة. وانطلق والدها لإحضارها وهي في طريقها إلى البيت العائلي. كانت هذه جميع التفاصيل مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة وطيب الاهتمام، دمتم في رعاية الله وحفظه.